يعني انت مش عايز تامر حسني في فرحك؟ لا تامر حسني بصراحه انا مش هعزمه وما عزمتوش. انا هعزمه. تامر حسني يبقى اللي هيجيب تامر حسني يدفع اجره، انا مش هدفع اجره. استنى بصوا يا جماعه، استنى احنا هنعمل صفين، يعني ايه صف تبع بدر وصف تبعي. احنا هنعمل صفات دلوقتي والناس كلها محترمه. ما ينفعش محدش يعرف يعمل معايا كده اصلا، مش هسمح لده. حتى لو انا مش على ذمتي مش هسمح بده. تربيتي واحترامي، انا اصلا خريجه ازهر، ربنا يخليني يستحسن ده. تحجبها يا بدر؟ ايه؟ تحجبها؟ لا ان شاء الله. انا مقتنعه بده. اولا حاجه بيني وبين ربنا. الحجاب سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انا بتكلم اذا كانت هتستمر ان شاء الله في العمل السينمائي والدرامي سنناقش السيناريو مسبقا. اذا كان السيناريو بيحمل هدف دون قبلات ودون احضان انا موافق على الاستمرار، اما اذا كانت في مشاهد ساخنه وقبلات سنرفض السيناريو. الصحيح ولم يصدر من رضا البحراوي انه اعتزل الغناء، وزي ما انا قلت سابقا لو ان رضا البحراوي خد قرار باعتزال الطرب والفن الشعبي، الفن الشعبي سيفتقد 90.80 من هيبته وكيانه، لان رضا البحراوي هو احد اهم من غنى الاغنيه الشعبيه وسيظل هو نمبر 1، اضافه طبعا لبعض المطربين مثل محمود الليثي واحمد شيبه وطارق الشيخ وما الى ذلك. انا موافق طبعا اي قرار من المعلم صبري فورا انفذه، حتى لو قرر عدم خروجي من المنزل انا برضو موافق، لان المعلم صبري له افضال عليا وسيظل مدى الحياه له افضال عليا. لمحضر ومستدعين ان شاء الله، منتظرين ان شاء الله استدعاء النيابه، هنرد باذن الله. وعاوز اقول لك ان احنا من حقنا كمواطنين احنا نستصيغ بعض الاصوات ونرفض بعض الاصوات. ما زلت متمسك بكل تصريحاتي السابقه ضد عمر كمال وضد شعبان وضد خميس شعبان عبد الرحيم وضد عصام شعبان عبد الرحيم وضد عبد الرحيم شعبان عبد الرحيم، بان من حقي ان انا استصيغ كمواطن مصري اصوات وارفض اصوات، ودي ما فيهاش قصف ولا سب. الرأي مكفول للجميع. سيد شعبان عبد الرحيم صوته مستصاغ وبنته صوتها مستصاغ جدا جدا. كعازف لا انا ما اقدرش اقيم كعازف لاني ما اعرفش طبعا التقييم الفني للعزاف، لكن انا استطيع كمواطن ان انا احدد ما اذا كان صوته جيدا او صوته رديء. سيد شعبان عبد الرحيم صوته مستصاغ ولكنه مش محترف. انا موافق طبعا اي قرار من المعلم صبري فورا انفذه، حتى لو قرر عدم خروجي من المنزل انا برضو موافق، لان المعلم صبري له افضال عليا وسيظل مدى الحياه له افضال عليا. ممكن نرقص رقص ريتمي، شغل لنا والنبي الهلافيت بتوع امير سلطان الهلافيت والنبي يا بطل. مش هترقصوا سلو يعني؟ لا هنرقص عشان التقارب مش هينفع. صح. وموضوع بدر رقص الصوت على اللي قدام في جواز التقارب. انا لم اكتب الكتاب. تمام. السلو يحتاج الى تقارب. يلا هزغروطه يا جماعه. هزغروطه يا جدعان، مفيش زغروطه. اعمل كده. لا كده بايدك. لا كده فين الدبله راحت فين؟ الدبله هنا. استنى بشيل الخيط. ايوه يا زوزو. او كده حبيبتي عن حب لمده عام. هي عوره جايه من يعني بقى لنا عام بنتبادل الكلمات الجميله والكلمات الرقيقه والحب. بتحبي بدر؟ وايه لو ما خطيبها؟ امال انا خاطبها؟ بتحبيها؟ ايوه انا مش هو انا خاطبها. ادي رقصاتي بقى. ما لازم لازم ماشي، بس نفرح يا بدر. الريتميك يعني تشغل امير سلطان بقى، امير سلطان الهلافيت. ايه الهلافيت؟ امير قاسم. امير قاسم انا بحبه يا ابني ايمن انت يا عم امير ايمن. قاسم صاحبي واخويا انا بعزه. بقول لك ايه، شغال لك رضا البحراوي. ايه البولت العالي ماشي، البولت العالي. انا ما بعرفش. زغروطه عشان ياخد الفيديو. ما تغلطي نفسك يا والله العظيم دي اخري. ما بتعرفش تزغرط يا بدر؟ زغرط. هي ما بتعرفش تزغرط. ده عوار في العروسه يعني ولا ايه؟ دي حاجه عيب يعني ولا ايه؟ مش عوار يعني في العروسه يعني. يا ساتر يا رب يا ساتر، ايه ده؟